عزيزيني وعزيزاتي، أهلا وسهلا بيكم. معكم عقارينو، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو العقود الغامضة. حضرتك تخش تشتري شقة، تلاقي العقد 20 صفحة، تيجي تقرأ العقد تلاقي نصه مش مفهوم، والباقي كلام طلاسم وسحر وأعمال سفلية انت نفسك هتتخض منها. تيجي تسأل المحامي البند ده بيتكلم عن ايه، يقولك ده معناه انه ممكن يزود لك في سعر الشقة بعد سنة. طب البند التاني ده بيتكلم في ايه؟ يقولك انه ممكن يسلمك الشقة نص تشطيب، او ممكن حتى يسلمك نص شقة. يا عم ده مش عقد بيع ولا حتى جواز، دي قايمة ومكتوب فيها بكسرك. تخيل انت مطلوب منك ان انت تسدد حاجة، حتى لو مت عيالك هيفضلوا يسددوها، وحتى لو عيالك سددوها احفادهم هيفضلوا يسددوها. ده شيء مش منطقي ومش مقبول، لان سوق العقارات الفترة دي ماشي بمبدأ طول ما تعك ربك يفك. كان معكم عقارينو، وانتظرونا في حلقات جديدة من عالم العقارات وعالم عك عك ربك يفك. سلام عليكم.